طيب ألف مبروك لمدلل الفيفا كأس العالم. هو يعتبر كده خلاص رسميا ميسي موجود في نهائي البطولة ده كده وانت مغمض عينيك يعني، عشان اللي حصل مع منتخب مصر ده ظلم باين وبجاحة. بس قبل ما نتكلم في اللقطات اللي كان فيها ظلم واللي كانت كتير جدا، خلينا الأول نتكلم عن الفنيات في الماتش. مع إني واحد من الناس اللي ما كنتش موافق إن هيثم حسن ينزل كأساسي. أنا بالنسبة لي يا جدعان هيثم حسن ده لاعب دكة، يعني ينزل لي في الدقيقة 60 أو الدقيقة 65 يقلب لي الماتش. ولكن حسام حسن أخد قرار إن هو يبدأ بيه أساسي، وده كان واحد من أفضل القرارات في الماتش. رغم ان هيثم حسن نفسه ما كانش طويل طول ال 90 دقيقة، بل واتصاب وخرج في النص، بس نقدر نقول ان هو حرفيا 60 70% من قوة المنتخب. كمية المهارة والجري اللي كان بيعمله جوه الملعب حاجة مش طبيعية، ويكفي ان الجونين اللي احنا جبناهم اللي فيه واحد منهم اتلغى كانوا بسببه هو ومحمد صلاح وزيكو، ولكن هو اللي كان عليه العامل الاكبر. صلاح طبعا يا جدعان اللي قدم واحدة من افضل مبارياته مع منتخب مصر على الاطلاق. زيكو طبعا يا جدعان اللي عمل شبه حسام حسن وبيرد على كل المشككين فيه. امام عاشور طبعا يا جدعان اللي بمجرد خروجه اصلا بداع الاصابه انت يعتبر تراجعت جدا جدا في الهجوم، بل وانك في الشوط الثاني بقيت بتلعب بلعبه متحفظ اكتر بكتير جدا من الشوط الاول، وده طبعا بسبب خروج امام عاشور. كريم حافظ وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمد هاني الاربعه يا جدعان عملوا مباراه العمر حرفيا. يا جدعان من الاخر مفيش واحد في المنتخب انا شفته اثر بعد ما ننجح في اول ربع ساعه من الماتش ان احنا نسجل هدف التقدم. ياسر ابراهيم اللي كان حظه ان اللي كان مراقبه مدافع قصير ويقدر ان هو يتفوق عليه ويسجل هدف التقدم من عرضيه، عشان بعد كده الحكم يحسب بلانتي الارجنتين صحيح بنسبه 100%، ولكن مصطفى شوبير يا جدعان اللي خلص فيه كل الكلام. يا جدعان خلصت فيه كل الكلام يا ابني، والله احسن حارس مرمى في البطوله، يصد ضربه الجزاء الثانيه لميسي في البطوله، ونخلص الشوط الاول متقدمين على الارجنتين 1-0 وبنعيش الحلم يا جدعان. ايه ده، هو كان ينفع عشان يجي الشوط الثاني مروان عطيه يقدر ان هو يقطع الكره من مارتينيز ونروح بهجمه يا جدعان اقل ما يقال عليها اجمل هدف في البطوله، هجمه مرتده كما يقول الكتاب. عايز ايه في الهجمه دي؟ سرعه، مهارات، جري، تمريره مش هتشوف احسن منها في البطوله. والفينش بتاع زيكو طبعا في اخر الهجمه اللي فكرني شويه بالفينش بتاع هدف دي ماريا في نهائي كاس العالم اللي فات. يا جدعان هجمه هي الاجمل في البطوله، ولكن بعد كده الحكم يلغي الجول بداعي ان في فاول في اول اللعب خالص، عشان بعد كده كلنا يا جدعان بدون استثناء يجي لنا كسره نفس كده اللي هو يا عم ليه يا عم كسرت فرحتنا. بس بعدها ب5 دقايق بس بالكربون هي وبرده زيكو. هو الفرق ما بين الهجمه دي والهجمه دي ان صلاح ما مررش التمريره العالميه اللي هو عملها دي. المهم ننجح ان احنا نسجل الهدف الثاني، ولحد دقيقه 80 انت كسبان 2-0 على الارجنتين. 10 دقايق بس يفرقوا عن الصعود لربع نهائي كاس العالم، وكنت هتنط في التصنيف العالمي من المركز ال 24 للمركز الثامن على العالم، وده بس عشان انت هزمت البطل. الارجنتين يا جدعان تقريبا الماتش كله كانت بتعتمد في حته ان هي تباصي لميسي، واحنا كنا قافلين على ميسي كويس جدا، كان في دايما لاعب او اتنين بيراقبوا ميسي، وده تقريبا اللي خلانا 80 دقيقه احنا شالين الارجنتين. ولكن في اخر 10 دقايق ميسي يسحب نفسه من العمق ويروح للطرف اليمين، وبدل ما كانوا كلهم بيباصوا لميسي لا ميسي هو اللي بقى بيباصي لهم، فبدات تظهر حلول تانية واستغلوا الشيء الاسوأ فينا في المنتخب كله الا وهي العرضيات. عرضيه من ميسي ما تجيش، الثانيه ما تجيش، لا الثالثه ما ينفعش ما تجيش، عشان عرضيه من ميسي على راس روميرو بالمسطره في الجول، عشان بعد كده ميسي يعمل لك عرضيه زيها بالظبط بعديها ب3 دقايق، ولكن ننجح ان احنا نشتت الكوره عشان تيجي في رجل ميسي اللي يطلق صاروخ مش هدف يا جدعان، عشان بعد كده نقول خلاص طيب نخلص الماتش في الاشواط الاضافيه. بس تتقطع الكوره من محمد صلاح في منطقه الجزاء ويروحوا بمرتده بعرضيه يسجلوا فينا هدف الفوز، وينتهي اللقاء نتيجه 3-2 لصالح الارجنتين. طيب دي تقريبا كل الفنيات في الماتش. تعال بقى للقطات اللي كان فيها ظلم كبير جدا لمنتخب مصر. ابتدي لك بايه ولا ايه؟ ابتدي لك بالقلم اللي اخده امام عاشور، ولعيبه الارجنتين ما اتخذش ضدها اي اجراء حرفيا، لا فاول ولا كارت اصفر ولا كارت احمر ولا اي حاجه، ولا نروح للفاول اللي على حدود المنطقه في الشوط الاول لينا، ودافع الارجنتين بكل وضوح يعمل تدخل على محمد صلاح على حدود المنطقه والحكم يعمل فيها مش شايف ويقول لك دي على الكوره. وخد لك بقى من ده كتير تدخلات تبقى لينا يقول لك لا والله ممكن نحسبها وممكن لا، والفاولات اللي علينا يتم احتسابها بدون اي تفكير. ولكن احنا هنسيب كل ده، احنا هناخد اكتر لقطتين احنا حاسين ان احنا بجد اتظلمنا فيهم. طيب مبدئيا كده بس خليني اقول لك القانون اللي الفيفا حطاه للتحكيم. الفيفا في كاس العالم ده يا جدعان قايله للتحكيم ان لو في تدخل شرس من لاعب على لاعب تاني اوعى توقف الماتش، بل كمل الماتش وما تقطعش متعه المباراه. ولكن يجي الحكم في لقطه الهدف بتاعنا يلغي اجمل هدف في البطوله بدايه ان كان في فاول على مروان عطيه في اول اللعب خالص. طب يا جدعان احنا لو نتكلم بالمنطق هي فعلا الفاول صحيح بنسبه 100%، ولكن يا جدعان الفاول ده يسمى فاول سوفت. يعني ايه فاول سوفت يا جدعان؟ يعني فاول بسيط. الفيفا بتقول لك لو الفاول شرس ما توقفش اللعب، انت جاي توقف اللعب على فاول بسيط، ولكن يظل في الاخر هو فاول صحيح بنسبه 100%. وكده الحكم حط قانون
في المباراه، ان مهما كانت شده الفاول سواء كان سوفت او شرس انا هوقف اللعب. فده القانون اللي الحكم حطه في المباراه بمجرد ان هو لغى الهدف بتاعنا. فاحنا قلنا تمام وسكتنا. ولكن في الدقيقه 93 في الوقت البدل ضايع تحصل لقطتين يا جدعان، مش لقطه واحده. اللقطه الاولى هو شد ماكاليستر لحمدي فتحي جوه منطقه الجزاء من التيشيرت، بل وقطع التيشيرت كمان. ومع العلم حمدي فتحي ما كانش مشارك في الهجمه اصلا. معنى كده ان في لاعب عمل تدخل شرس على لاعب تاني لدرجه ان هو قطع له التيشيرت. والحكم القانون اللي هو حطه ايه في المباراه؟ ان اي فاول مهما كان شرس او سوفت انا هوقف المباراه. فدي اول لقطه فيها ظلم باين لمنتخب مصر. يعني حمدي فتحي اتقطع له التيشيرت بتاعه ومشدود جوه منطقه الجزاء، يعني ضربه جزاء صحيحه بنسبه 1000% ولا فيها اي شك، وخاصه ان هو كمان ما كانش مشارك في اللعب. ولكن الحكم ما يرضاش يحسب اي حاجه. واللي يغيظك في كل ده ان الشد ده حصل قصاد عين الحكم، والحكم عمل فيها اعمى ما بشوفش. لما جه حمدي فتحي يوري له القطعه اللي في التيشيرت قام جه الحكم اداله كارت اصفر عشان بيعترض. فانت كده كحكم بتشيل قوانين وتحط قوانين على مزاجك، ان انت في اللقطه بتاعتنا تقول انا هحتسب اي فاول مهما كان شرس او سوفت، ولكن في اللقطه اللي علينا تقول ان الفيفا قايله حتى لو الفاول شرس مش هوقف اللعب. يبقى انت كده حكم معصعص. ولكن دي اول لقطه، تعالى بقى للقطه الثانيه. ولكن بس قبل اللقطه دي انا عايز افهمك حاجه. اخر لاعب يا جدعان بيلمس الكوره تبقى الكوره دي رايحه لصالح المنتخب بتاعه سواء كانت بالدفاع او بالهجوم، والتدخل على اللاعب مش على الكوره بتحتسب بفاول سواء كان شرس او سوفت. ففي لقطه الهجمه بتاعت محمد صلاح واخد الكوره ورايح بيها هجمه على منتخب الارجنتين، دخل بيها منطقه الجزاء يقابله خوليان الفاريز اللي يمد رجله وفعلا ينجح ان هو يقطع الكوره. ولكن ركز لي هنا بس واعمل لي زوم، اخر واحد لمس الكوره بعد صلاح كان خوليان الفاريز، ولكن بعد ما الفاريز لمس الكوره تروح تخبط في محمد صلاح. فكده اخر لاعب لمس الكوره كان محمد صلاح لصالح منتخب مصر. فكده نرجع اكن الفاريز ما قطعش الكوره ومحتاج يقطعها من تاني. وهنا تحصل اللقطه ان الفاريز عشان يعرف يقطع الكوره من ورا محمد صلاح يسند برجله اليمين على الارض عشان يعرف يمد رجله الشمال ويقطع الكوره. ولكن بمجرد ان سند برجله اليمين هو عمل اعاقه واضحه وصريحه لمحمد صلاح جوه منطقه الجزاء بفاول يسمى فاول سوفت، يعني فاول الحكم ممكن عادي جدا ما يوقفش عليه اللعب. ولكن ارجع كده، انا قلت لك ايه؟ الحكم حط معيار في الماتش ان اي فاول مهما كان سوفت او شرس انا هوقف اللعب عليه. فبما انك حطيت المعيار ده في الماتش يبقى تطبقه على كل حاجه، لكن انك تطبقه في حته وحته لا يبقى انت كده منافق، يبقى انت كده منحاز لحد، يبقى انت كده معرس. فعشان الكره تتقطع وتروح على طول بمرتده، المرتده اللي تبقى هدف الفوز لمنتخب الارجنتين. فكان ايه القرار الصحيح اللي الحكم كان المفروض ياخده على حسب المعيار اللي هو حطه لنفسه في الماتش؟ ان هو يتم الغاء هدف الارجنتين ويتم احتساب ركله جزاء لمنتخب مصر. ولكن طبعا حاجه شبه دي لو حصلت هيبقى فوز لمنتخب مصر. ولكن ازاي يخلوا منتخب عربي افريقي مسلم بيدعم القضيه يصعد لادوار متقدمه اكتر من كده؟ وخاصه ان نيمار طلع من البطوله وكريستيانو طلع من البطوله وكمان هتطلع لي ميسي من البطوله. امال انا هجيب عقود رعايه منين؟ هجيب منين ناس تتفرج على النهائي؟ هجيب عقود رعايه وناس تتفرج على النهائي عشان حمدي فتحي ولا عشان رامي ربيعه؟ ويا جدعان اللي مش فاهم، نهائي كاس العالم 2022 اتفرج عليه اكتر من 5 مليار بني ادم. من ورا ال 5 مليار بني ادم دول جم كميه عقود رعايه لميسي غير طبيعيه، دخلت كميه فلوس للفيفا غير طبيعيه. طبعا حته ان نيمار يطلع من البطوله وكريستيانو يطلع من البطوله وكمان ميسي يطلع من البطوله، طب انا هجيب منين ناس تتفرج على النهائي عشان يدخل لي نفس الفلوس اللي دخلت لي من كاس العالم اللي فات؟ لا يا ابني، طلع لي يا ابني المنتخب العربي الافريقي المسلم الداعم للقضيه وخلي لي مدلل للفيفا حبيب قلبي، ده اللي بيجيب لي الفلوس. وبالمره ادينا خلصنا من قرفهم، بدل ما حسام حسن يطلع لي في كل لقاء صحفي هيدعم لي في القضيه ويهيج عليا الداعمين لاسرائيل سواء كانوا في امريكا ولا في الارجنتين ولا في اي حته. لا يا عم، طلعهم بره البطوله، هم كده صعب قوي ان هم يكسبوا كاس العالم، وحتى لو وصلوا النهائي مش هيجيبوا لي نفس المشاهدات ولا نفس الفلوس اللي ميسي ممكن يجيبها. فحسب الله ونعم الوكيل، ظلم بين. والكلام ده برده مش كلامي لوحدي، ألين شيرر الهداف التاريخي للدوري الانجليزي وكان اللاعب السابق لفريق نيوكاسل قال ان الحكم ظلم مصر في القرارات، يا اما كان يحسب الاثنين يا اما لو انت مش عايز تحسب ضربه جزاء لمصر في الدقائق الاخيره يبقى ما كنتش تحسب الاثنين من اصله. وين روني الفتى الذهبي لمانشستر يونايتد طلع واتكلم عن قد ايه الحكم ظلم منتخب مصر وغيرهم من اللعيبه. وطبعا مفهوم وقفه الاعلام الانجليزي بالذات معانا بسبب طبعا ان احنا لو كانت حسبت لنا ضربه الجزاء كنا هنقدر نكسب الارجنتين، هنقابل سويسرا، وبيني وبينكم يا جدعان سويسرا في المتناول جدا وكنا نقدر جدا ان احنا نكسبها. عشان نصعد نص نهائي هنلاعب انجلترا، وهم طبعا بالنسبه لهم يلعبوا مصر ولا يلعبوا الارجنتين اللي مدعومه من الحكام والفيفا، ولا لاعب منتخب مصر اللي اقدر اكسبه واصعد النهائي على حسابه. بس حته ان في منتخبات بحجم انجلترا بقت بتفكر فيك كمنافس ليها في نص نهائي كاس العالم يا جدعان. لا يا جدعان، احنا اتطورنا وبقينا فعلا منتخب كبير جدا كله بيعمل له حساب. يا جدعان بامانه منتخب مصر قدم اداء عالمي، مفيش واحد شفته اثر
في الملعب. شفت حسام حسن في غرفه اللبس بيكلم زوجته تقريبا وبيقول لها احنا كنا قريبين قوي. احنا كنا قريبين قوي، ده احنا كنا قريبين قوي. واحنا فعلا يا كابتن حسام كنا قريبين، والله انت ما قصرتش ولا حد في المنتخب قصر. ابسط حاجه ان احنا بقينا منتخب كله بقى بيعمل له 1000 حساب قبل ما يواجهه. يا جدع ده ميسي طالع من الماتش قاعد بيعيط، كان متخيل ان هو خلاص بره البطوله، ولكن نسي ان في الحكم وفي الفيفا بترضعه كاس العالم. انا اتوقع بصراحه ان ميسي هياخد كاس العالم ده، الفيفا هتساعده جدا على ده، واتوقع ان النهائي هيكون ما بين الارجنتين واي فرقه تانية، ولكن اظن ان هي قد تكون فرنسا او قد تكون اسبانيا، واظن ان هي هتكون فرنسا اكتر من اسبانيا كمان. طاقم التحكيم اللي كان بيحكم علينا هو طاقم تحكيم فرنسي، واللي هيحكم في ماتش فرنسا والمغرب هو طاقم تحكيم ارجنتيني. فانت تستشف كده من ورا الكلام ده ان احنا طلعنا منتخب مصر وخلينا طريق ميسي سالك، فانتوا كمان طلعوا منتخب المغرب وخلوا طريق فرنسا سالك، عشان نعيد نهائي كاس العالم 2022 للمره الثانيه على التوالي، عشان نرجع تاني ال5 مليار بني ادم يتفرجوا على الماتش، يتفرجوا على الملحمه، سواء بقى قصه انتقام امبابي او سواء الانجاز اللي هيعمله ميسي بتحقيق كاس العالم للمره الثانيه على التوالي. ايا كان مصر اتظلمت وحسبي الله ونعم الوكيل، وان شاء الله نقدر نحقق افريقيا في النسخه الجايه، وان شاء الله نقدر نحقق انجاز اكتر من اللي وصلنا له في كاس العالم الجاي. بقيه المنتخبات سريعا كده، البرتغال يا جدعان سيئه جدا 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 قصاد اسبانيا، اختصارا كانت تستحق الهزيمه. انا قلت لك ان البرتغال بالشكل ده مش هتكمل وهتطلع من دور ال16، وقد كان بتقدم مستوى سيء جدا. وبرده مش هلوم اللوم غير على مارتينيز المدرب، كريستيانو بصراحه عمل كام هجمه حلوين جدا على المرمى، نانو مندش ما قصرش، اللعيبه ذات نفسها جهود فرديه ما قصرتش، ولكن المدرب هو اللي عليه التكتيك والخطه، ودول ما كانوش موجودين اصلا. فعموما البرتغال كانت تستحق الهزيمه لما قدمته من اداء سيء جدا في الماتش. المغرب وكندا واكتساح المغرب ب 3-0 على كندا، يبان لك ان هو فوز سهل، ولكن صدقني منتخب كندا واحد من المنتخبات البارده. منتخب كندا لو انت سبت له الكره اول نص ساعه فشكرا كده، ده يا اما هيفتح لهم الماتش باهداف اكتر او ان هم هيقعدوا يدافعوا لحد الدقيقه 90 حفاظا على الهدف. فكان منتخب المغرب صاحي جدا للقطه دي، بل قدر ان هو ياخد الكره ويسجل عليهم 3 اهداف اجمل من بعض، وتاهل المغرب لربع النهائي لملاقاه فرنسا. فرنسا يا جدعان اللي لعبت ماتش زي القرف مع الباراجواي، الاثنين كانوا بيلعبوا بتحفظ شديد جدا، ولكن فرنسا قدرت ان هي تفوز 1-0 بالعافيه. طبعا الباراجواي دفعت دفاع شديد. النرويج والبرازيل يا جدعان هالاند غير طبيعي، هالاند لقى نفسه اتخنق من الماتش، الدقيقه 90 وكسبانين 1-0، لا البرازيل قاعده بتهاجم وفي دماغها ان هي تدرك التعادل، امان انتوا هتقرفوني، ومن بره منطقه الجزاء ادى واحده على الارض في الجول ويخلص الماتش 2-1 بعد ركله جزاء لنيمار، ونيمار اصبح من هدافين كاس العالم. طبعا منتخب البرازيل قدم ماتش متواضع جدا بصراحه، ضيعوا ركله جزاء وكانوا في المجمل يعني سيئين. وكولومبيا وسويسرا وهو اخر ماتشين اتلعبوا الماتش اتسحب لحد 120 دقيقه، وبصراحه شايف انه ملوش لازمه، كده كده ميسي هيعدي، بس في الاخر سويسرا تنجح انها تصعد على كولومبيا بضربات الجزاء. بس كده شكرا منتخب مصر، احلى 23 يوم ممكن اكون قضيتهم في تشجيع كره القدم. شكرا يا عميد، شرفتونا، بس لسه مستنيين منكم افريقيا. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبك، حاولت الم لك اهم الحاجات اللي حصلت في دور ال16، فيا ريت لو الفيديو عجبك تحط لايك وتشترك وتشير، لعل اصحاب من صحابك حد من صحباتك يعجبه الفيديو فيعمل لايك واشتراك في القناه. ولكن لو ما عجبكش الفيديو برضه حط لايك واشترك وشير ببلاش. في المقام الاول المحتوى اللي ما عجبكش ممكن يعجب غيرك. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.